هلوا علينا جهابزة وأباطرة وفلاسفة الكورة في مصر بتوع اتحاد الكورة، ويمكن لجنة التسويق يقول لك لازم الدوري المصري يتشفر. الدوري المصري يتشفر ب 100 جنيه ب 1000 جنيه ب 100,000 جنيه، يتشفر ليه؟ هو انت الدوري المصري ده يعني معلش مين اللي بيشوفه؟ هو الدوري المصري ده اصلا سلعة تتشفر او عليه طلب؟ ليه؟ ده ماتشات متأجلة، قرعة محدش بيمشي بيها، بطل الدوري بيبقى معروف من قبل ما يبتدي، استادات وتصوير مش نافع، فار وحكام ملوخية. انت لما تيجي تشفر سلعة يبقى هتبقى مطلوبة محبوبة، مطلوبة is demanded is attractive يعني. انما هتشفره ليه ومين بيتفرج عليه؟ احنا الغلابة بنتفرج عليه، كلنا بنتفرج على الدوري المصري، بس مش لدرجة انك هتشفره على الناس كمان. هي الناس ناقصة؟ هو الناس اصلا لا تجيب سكر ولا شاي ولا فراخ ولا لحمة عشان تشفر له الافيونة الوحيدة بتاعته والشيء الوحيد اللي يعني بيعدل له المزاج مع كوباية شاي بالليل؟ هتشفر ايه؟ هو انت معلش الدوري بتاعك معلش مقارنة بالدوري السعودي يتقارن؟ اللي مليان نجوم وتصوير ومواعيد بقى ايه ماتشات، وكل فريق بيروح المحافظة وبيروح البلد ويروح النادي. اما انت الدوري بتاعك الاهلي بطل الدوري من قبل ما يبتدي، الاستادات ترابات تاتو، الاخراج على ما تفرج، الفار شكرا، الحكام برضو شكرا. عندك ايه تشفره يعني؟ ايه الخدمة او السلعة المميزة اللي هتشفرها؟ ارحموا بقى الغلابة المصريين وارحمونا، عشان احنا ايه يعني مش ناقصين يعني ضغوطات اكتر من كده. هتشفروه ازاي؟ هو مطلوب؟ فين المنافسة فيه؟ فين الاخراج؟ فين الفار؟ الفار اللي عندك outdated تكنولوجي ومفيش جول لاين تكنولوجي. فين؟ انت بتشوف الدوري السعودي حد بيتابعه؟ لعيبه واخراجه، هتقول لي الامكانيات وما اعرفش ايه. لا احنا عندنا امكانيات برضه وممكن نعمل دوري جامد جدا، بس احنا للاسف مش عايزينه جامد جدا، عايزينه انتوا عارفين موجه، يعني فريق واحد لازم ياخده، غير كده الناس تزعل والزمالك لو شم نفسه شويه ازاي اديله. ده الدوري ايه اللي هتشفروه؟ اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، شكرا لحسن المتابعه. بس